محمد ابني في موقف زباله مع اخوه مش كويس مع اخته نايمه في علاقه بينه وبين اخته. تعبت جدا من بنتي امير وهو ما يستاهل ان انا اقول كده الصراحه. يعني عاوز يعمل معايا علاقه مش الكلمه سيد امك حلو روح خش على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة سوبر دوجي أم بدر، فيديو جديد وحلقة جديدة أتمنى أنها تنال اهتمامكم. اليومين اللي فاتوا دول كان في ترند حاصل على يعني نسبة كبيرة من المشاهدات على السوشيال ميديا، والترند كان عبارة عن البلوجر شهيرة. أنا معرفش، هي بصراحة بالنسبة لي أنا ما كانتش مشهورة، يعني واحدة مش عايزة أتكلم وأقول اسمها بصراحة علشان يعني الواحد مش عارف يقول عليها إيه. اسمها هبة السيد. شفت الفيديو بتاعها في الأول خالص على الفيسبوك، وهي طالعة بتتكلم على أولادها. بنتها وابنها الكبار كانوا في وضع مخل لا يليق بالأدب، يعني فكانت بتشهد أبوهم أو بتشهد إخواتهم على الوضع اللي هي شافته. المهم إنها شافت أولادها الكبار بالوضع المخل ده، وبدل ما تصحح الأمور وتضرب بنتها مثلا قلمين أو تضرب ابنها أو أيا كان العقاب اللي هي هتعمله، بل عملت الأسوأ. يقال إنها صورتهم، وطبعا بالنسبة إنها يوتيوبر مشهورة في أي حاجة، لو في نملة معدية هتبقى عايزة تصورها وتعمل عليها فيديو. انما ما وصلتش انك انتي تفكري تعملي موضوع على ولادك، ان انتي تطلعي تفضحي اولادك. وما انتش بتفضحي اولادك بس، ده انتي بتذبحيهم ذبح. يعني لو في حد من العيلة بتاعتك من العقلاء اتدخلوا وعرفوا يعرفوا الشاب والشابة، البنت والولد، الصح من الغلط طالما أمهم بالشكل ده، لو في ناس كانت عارفة الموضوع وعرفت إنها تخلي العيال يفهموا الصح من الغلط، كانت الدنيا اتصلحت شوية، كانت احتمال. انما لما انتي تظبطيهم بالوضع ده وتطلعي تسيحي، ومعاكي كمان طفلين صغيرين، يعني معاكي ولد وبنت صغيرين وسامعين انتي بتقولي ايه، وكل ده هيتخزن في ذاكرتهم او في عقلهم الباطن، والله اعلم ممكن يعملوا ايه بعد كده لما يكبروا هم كمان. يعني انت بالظبط بتلعبي في دماغ عقول اطفالك واطفال اي حد ممكن يشاهد الفيديو بتاعك. يعني انت عاملة جريمة بمنتهى الخفة زي ما بيقولوا بالظبط. يعني انا عايزة اقول لكم انها في الفيديو بتاعها لما كانت بتحكي على الحادثة اللي حصلت دي وبتحكي عن نفسها، يعني عايزة اقول لكم ان مفيش فرق بينها وبين اي واحدة بتقلع ملط، لا مؤاخذة يعني. فهي كانت بتحكي تفاصيل جسمها وتفاصيل الرواية والحكاية اللي هي بتقول عليها. هي يعني مفيش فرق بينهم وبين بعض. شفت فيديوهات كتير طبعا لناس كتيرة مسؤولة ومحامين معروفين ان هم بيقولوا ان هم هيرفعوا عليها قضية، يعني حقوق مش عارفة ايه الأطفال، مش عارفة. المهم هي تستاهل أي حاجة تحصل لها، تستاهل. لا وزعلانة من الناس اللي طالعة بتهاجمها، وازاي وحسبي الله ونعم الوكيل. والغريب بقى، او هو مش غريب، ان الواد والبنت اللي هي بتتكلم عنهم آه، ان هما ولادها من زوجها الاولاني اللي هو طليقها، واعتقد ان ولادها اللي معاها او هي دلوقتي متجوزة واحد تاني. فده ما يديلكيش الحق ان انت تغلطي انتقاما من ابوهم، ان انت تغلطي في عيالك. اولا هي كل كلامها بتقول عياله عياله، لا معنى كده ان انت مش ام، انت ما تستاهليش لقب ام.
وبالنسبة ان انت عملتي كده في عيالك الكبار، فاكيد هيجي وقت وتعملي حاجة زي كده، او خسة او ندالة لعيالك اللي موجودين جنبك حواليكي دلوقتي، وكل ما تطلعي فيديو منطوراهم حواليكي. الإنسانة دي أنا أول ما شفت فيديوهاتها يعني حسيت إن في سنة هبل، يعني سبحان الله، وعندها كمية مشاهدات تبارك الله، ناس كتير جدا متابعة الموقف ومتابعة الحادثة كأنهم بيسمعوا حاجة جديدة أول مرة يسمعوها. طبعا مش دي أول الواحد يعرف عنها بالشكل ده. في حوادث كتير حصلت الفترة اللي فاتت دي، زي اللي طبخت ابنها وكلته، زي اللي قتلت مش عارف ايه. انا مش عايزة اجيب التفاصيل دي، وما بحبش اتكلم في حد في فيديوهاتي على شخص يكون بيتاجر في الموت ايا كان الاسباب. يعني انا بتكلم دلوقتي على اللي صاحية، اللي طالعة بتخرب عقول العيال. بنتك دي يعني لو عندها دم كانت فكرت في الانتحار، ان امها طالعه تصيح بيها وتعرف الناس هي عملت ايه. انما لو هي ما عندهاش دم فاكيد هتكون شبه امها. يعني معلش، محدش يزعل مني، انا بقول اللي جوايا والله العظيم. لو هي ما عندهاش دم هتبقى شبه امها، يعني حاجة زي كده، وكل همها انها طالعة تعيب في جوزها. طب انتي فين في الحوار ده؟ فين تربيتك؟ فين اخلاقك اللي انتي المفروض تكوني زرعتيها فيهم؟ فين حاجات كتير جدا. فين كل همك ان انتي تطلعي تعملي فضيحة، وكمان تخص عيالك، وتطلعي تعملي مشاهدات عالية. الهانم بقى واللي استفزني في الموضوع انها ما همهاش، هي طالعه بتحاسبن في الناس، وكمان حذفت الفيديو بتاعها من اليوتيوب وعملت قناة جديدة بتروج على القناة الجديدة لنفسها، وتقول ادخلوا اشتركوا في قناة كذا 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 اللي هي هبة السيد دي، وحطت فيديوهاتها بتاعت الفضيحة بتاعت ابنها وبنتها ونقلتها للقناة التانية عشان تعلي الريتش وتكسب على حساب فضايح عيالها. انا عايزة افهم الام دي مخلوقة من ايه؟ لا اله الا الله. انا عملت قبل كده فيديو في عيد الام وقلت الام عفوا الجنة مش تحت اقدام الامهات. طبعا مش كل الامهات، اهي دي ام من الامهات اللي استحالة الجنة تكون تحت اقدامها. يعني الفضيحة دي لو كانت تخص حد ما انتش تعرفيه، المفروض تستطري عليه، تشوفي حاجة تصلحيها، مش تشوفي حاجة تفضحيها. لكن اللي انت عملتيه حاجة يعني اجرام. مش عارف، انا جوايا شويه، يعني جوايا شويه الفاظ الواحد عايز يقولها، بس ماسك نفسه شويه عشان خاطر الناس الجميله اللي بتشاهدني. عايزه اعرف رايكم في الموضوع، وهل هي تستاهل المتابعه وكميه الناس الكتير جدا بتتابع التفاهه اللي بالشكل ده ولا لا؟ اشوفكم بخير الحلقه الجايه ان شاء الله. سوبر دوجي ام بدر.